وسط الديناصورات العملاقة والزواحف البحرية، هل كان في مخلوقات صغيرة بتتحرك بهدوء، بتاكل، بتتأقلم وبتحضر للحظة تاريخية؟ الإجابة الثدييات الجراسية. إزاي عاشوا في ظل الديناصورات؟ وإزاي نجحوا في البقاء وسط وحوش ضخمة؟ وسط زئير الديناصورات وانفجارات البراكين وتغير شكل الأرض، كان في مخلوقات صغيرة جدا يمكن ما كانش حد ملاحظها، لكنها كانت هناك بتعيش وبتتأقلم وبتكتب بداية قصة تانية خالص. مش كل اللي عاش في الفترة الجراسية كان ضخم. الثدييات الأولى اللي ظهرت خلال الفترة دي كانت صغيرة جدا، في منها اللي ما كانش أكبر من فار، لكن كانوا مميزين مش في الحجم إنما في الذكاء والسلوك والتكيف. طيب إيه اللي كان بيميزهم؟ كان عندهم دم دافي، فده سمح لهم يعيشوا في بيئات مختلفة، وفرو خفيف حافظ على حرارة جسمهم، وقدراتهم الحسية كانت قوية زي السمع والشم، وده ساعدهم يتجنبوا الديناصورات ويتصرفوا بسرعة. من الآخر التكيف هو البطل الحقيقي. ومع تغير شكل القارات والمناخ والغابات، الثدييات الجراسية بدأت تتنوع في طرق غذائها، فيه اللي كان بياكل حشرات وفيه اللي بدأ يجرب البذور أو النباتات، وتنوعهم كان أكبر من اللي ممكن تتخيلوه. في منهم كان بيتسلق الأشجار، وفي منهم كان شبه الحفارين عايش تحت الأرض، ومنهم اللي بدأ يطور قدرات تساعده على إنه يعيش في الضلمة.